السلام عليكم إخواني وأخواتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد في إطار المتابعة ديالنا لكأس أفريقيا. غادي نتكلم على المقابلات اللي تلعبوا البارح من المجموعة بي، اللي كانت منتخب جنوب أفريقيا ضد أنغولا، وكذلك منتخب مصر ضد زيمبابوي. وغادي نتكلم على المجموعة دي اللي كتضم كل من السنغال اللي لعبات ضد بوتسوانا، وكونغو الديمقراطية اللي لعبات ضد البنين اليوم. بالنسبة للمجموعة بي، كانت عرفات فوز منتخب جنوب أفريقيا على منتخب أنغولا بنتيجة 2-1. يعني منتخب أنغولا قدم مقابلة رائعة، ربما كان هناك بعض الأخطاء. كذلك بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا اللي قدم مقابلة جميلة، كانت عنده فرص أكثر، كان هو أكثر خطورة، ولكن كيبان بعض المرات يكون عندهم أخطاء دفاعية، واللي كان استغلها منتخب أنغولي باش تسجيل هدف التعادل في الشوط الأول. غادي نعطيو بسرعة الأهداف والتوقيت ديالهم وشكون اللي سجل الأهداف. بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا، كان اللاعب أوسوين هو اللي سجل الهدف الأول في الدقيقة 21. منتخب أنغولا عدل النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق لاعب شو. من بعد ذلك في الشوط الثاني اللاعب فوستر سجل هدف الفوز لمنتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة 79. من بعد كانت المقابلة الأخرى بين منتخب مصر ضد زيمبابوي، اللي كان قد يخلق مفاجأة البارح وانهزم بصعوبة رغم الكم الهائل ديال الفرص اللي كانوا عند المنتخب المصري. يعني ضيعوا فرص كثيرة وبغرابة. ومن بعد البداية القوية ديال منتخب مصر اللي كانت عنده فرص كثيرة وضيع أهداف كثيرة، منتخب ديال زيمبابوي تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب برانس. وكمل المنتخب المصري الضغط ديالو، كانت واحد الفرصة تانية منتخب زيمبابوي كان يقدر يزيد الغلة، عرف تألق الحارس الشناوي وتدخل الدفاع من بعد. بعد ذلك كان المنتخب المصري أكثر خطورة في الشوط الثاني، حاول أنه يعدل النتيجة، اتاحت ليه فرص كثيرة حتى تمكن اللاعب عمر مرموش في الدقيقة 64 من مجهود فردي من تعديل النتيجة. بعد ذلك كملوا المحاولات، المنتخب المصري حاول أنه يسجل، حاول أنه يخلق فرص كثيرة حتى تمكن اللاعب محمد صلاح من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 91، وأعطت نقاط ثلاثة ثمينة المنتخب المصري. وبالتالي مع نهاية مباريات الأولى المجموعة بي، دونك المنتخب المصري في الصدارة مع منتخب جنوب أفريقيا ثلاثة نقاط مع فارق الأهداف بحال بحال، ربحوا بجوج جوج واحد. عندنا منتخب أنغولي ومنتخب زيمبابوي في المرتبة الثالثة والرابعة بصفر نقطة. من ناحية أخرى بالنسبة للمجموعة دي اللي كتضم السنغال، كونغو الديمقراطية، البنين، وبوتسوانا، كونغو الديمقراطية اليوم ربحات بنتيجة 1-0 بصعوبة، وبدات المشوار ديالها وحققت النقاط الثلاثة، وتصدرت المجموعة قبل من المقابلة اللي كانت بين السنغال وبوتسوانا. منتخب كونغو الديمقراطية قدم مقابلة كبيرة، يعني خلق فرص كثيرة، كان أكثر خطورة، ولكن منتخب بنين كان دفاعيا رائع، كان أكثر تركيزا، كان الدفاع ديالو محكم، غلق المنافذ باستثناء الخطأ ديال الدفاع اللي ما نجحش أنه يبعد الكرة وبشكل جيد. وتمكن اللاعب تيوم تسجيل هدف الدقيقة 16 المنتخب الكونغولي. من بعدها ما صافي، ما كانوا محاولات أخرى ولكن ما كانش المنتخب الكونغولي موفق في تسجيل الهدف الثاني. ربما الحدث الطريف اللي كان في المقابلة هو العطب اللي كان في الفار. يعني كان الفار ما خدامش لمدة 15 دقيقة، وكان هناك ضربة جزاء على ما أظن في هذه المقابلة منتخب بنين، حيث أن الكرة لمست يد لاعب الكونغو الديمقراطية، ولكن باعتبار الفار كان غائب الحكم ما قدرش يرجع عليه باش يتأكد واش كاين هناك ضربة جزاء ولا لا. وفي الأخير ما تعلناتش وانتهت المقابلة بنتيجة 1-0. ومن بعد كانت هناك مقابلة السنغال ضد بوتسوانا، المقابلة اللي عرفت اكتساح السنغالي لهذه المقابلة. يعني هجوميا كسروا على الأنياب ديالهم وبينوا أنهم قادمين بقوة في هذه البطولة وأنهم باغيين يحققوا اللقب. يعني بالنسبة لي لحد الآن في المقابلات اللي شفت لحد الآن بان لي المنتخب السنغالي هو الأكثر جدية والأكثر فعالية وأكثر قوة في هذه البطولة. باقين يلا بادئ البطولة، يعني تقدروا تبدلوا بزاف ديال الحوايج، ولكن أنا كنتكلم غير لحد الآن في هذه المقابلات اللي تلعبوا لحد الساعة. المنتخب السنغال يعني كان أكثر شراسة، خصوصا في المقابلة ضد بوتسوانا. بوتسوانا ماشي فرق كبير، ولكن رغم ذلك المنتخب السنغالي بين على تقنيات عالية جدا من خلال الفرص، من خلال
الهجمات ديالهم، خلق فرص كثيرة، يعني عندو لاعبين كيقدروا يخلقوا فرص كثيرة. وهذا غادي ان شاء الله غادي يبان في الماتش المقابلات القادمة ان شاء الله، خصوصا ملي يلعب ضد كونغو الديمقراطية. غادي نشوفوا المستوى ديال السنغال واش غيبقى كما هو ولا غادي يكون اقل. بالنسبة للأهداف سجّلهم نيكولا جاكسون في الدقيقة 40 و58 وبالنسبة ليا كان هو نجم المقابلة. الهدف الثالث سجّله لاعب شريف نداي في الدقيقة 90، وكانت سالت المقابلة بهذه النتيجة 3-0، وبالتالي عطات الصدارة للمنتخب السنغالي فارق الأهداف، حيت عندو +3، منتخب كونغو الديمقراطية عندو -1. في الصف الثالث عندنا منتخب بنين بناقص 1. في الصف الرابع عندنا بوتسوانا بناقص 3. وفي الأخير غادي نخليكم مع الأهداف ديال المقابلات 4 اللي تلعبوا البارح واليوم. وما تنسوش الاشتراك في القناة وأنكم تخلونا التعليقات ديالكم وتفيدونا بالنصائح باش نقدروا نزيدوا القدام إن شاء الله في القناة ديالنا ونحسنوا من الأداء ديالها، وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ولا فيديو آخر إن شاء الله. Who are based in their domestic league, which is a major. It will be a chance here for Foster. Leaves it for Paulus. Scores! And Bafana up and running at AFCON 2025. Oswin Paulus with his 6th goal for his country. Have a look at it again here. Switching from right to left. Brilliant control from Mbule من جانب منتخب زيمبابوي. استلام خطيرة خطيرة خطيرة. الهدف الأول أمامه، الهدف الأول وسط السيطرة المصرية، لكن في غفلة دفاعية. استلم أمامنا، هو الراجل لف في اللقطة الماضية، غابت رقابة حسام عبد المجيد عشان يسجل برينس دوما الهدف الأول في اللقاء، الهدف الأول في المباراة، أول هدف في اللقاء بعد مرور أمامنا 20 دقيقة. هجمة بالجانب الشمال، الرقابة غائبة. مهم قوي التركيز، مهم التركيز الدفاعي، مهم جدا في هذه الكرات ان يكون في رقابة رصيقة، مش بس انك. ثانية محاولة هنا، مرموش، حلوة حلوة مرموش، حلوة. قال لك انا هو انا اللي يعمل الكورة. خلاص مررت كتير ووصلنا كتير، ولكن عمر مرموش هنا كرة من كرات البريمير ليج، من كرات الدوري الانجليزي الممتاز. حارس المرمى واشنطن اروبي. المهارات الفردية تعيد مصر الى المباراة، وعمر مرموش يسجل هدف التعادل في اللقاء في الدقيقة 63. شوف الكرة امامنا اتنقلت في هذه الكرة مرة تانية. مصطفى استلام صلاح، هو الأسطورة. ومين غيرك يا محمد يا صلاح؟ مين غيرك يفرح الشعب المصري ويفرح الجماهير المصرية ويسجل في هذا الوقت القاتل؟ هي واحدة مع الأسطورة، مع محمد صلاح، وحلم اللقب الثامن ورحلة نحو اللقب الثامن هي بإصرار وبرغبة الكبار. عمر مرموش، دوري الإنجليزي، مانشستر سيتي في الدقيقة 4. They've left that. Bongonda is in. Oh, that was calamity at the back for Benin. And how Bongonda made them pay. 60 minutes on the clock and the Congolese lead. And Benin, they simply left it. And they created an ocean of space for Bongonda to fire the Leopards in front. And he was not going to miss from there, the 30-year-old. Heads in hands at the back for Benin. يدخل جاكوبس، ماني، جاكوبس عرضية، جول. كان لابد أن يأتي هذا الجول، يفعلها نيكولاس جاكسون ويفتح مجال التسجيل للسنغال في الدقيقة 40 من عمر المباراة. لعبة سنغالية ولا أروع. خطوات من هنالك على الجهة اليسرى، ساديو ماني لجاكوبس. هاي كرة جول. لعبة رباعية ولا أروع، ختمها نيكولاس جاكسون مسجلا ثنائيا الليلة، يفعلها ويسجل. وبعد الجهة اليمنى صعبة لمنتخب السنغال، وجول. الهدف الثالث للسنغال يفعلها شريف ندياي، يسجل الهدف الأول، الهدف الثالث في المباراة لمنتخب السنغال. ندياي وجول. كان في الأول لإيليا من ندياي.